السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كشري، بس كشري بقى من غير حلال كتير ومواعين كتير. هنعمل مع بعض كشري الحله الواحده، واوريكم الطريقه بالتفصيل وازاي يطلع معاكم مفلفل ويطلع كمان طعمه احلى من اللي بنعمله بالمكرونه المسلوقه وكل حاجه في حله لوحديها. انا معايا هنا حمص الشام ومعايا عدس، نقعيهم لحد ما اجي ابدا في الكشري يعني. ودلوقتي هنقطع مع بعض البصل واوريكم ازاي بيطلع معايا مقرمش ولونه فاتح. دلوقتي انا قطعت البصل، معايا بصله ونص قطعتهم جوليان، ونص البصله التاني ركناه استخدمه. بس انا اول حاجه هعمل البصل المقلي بتاع الكشري. طب ليه هبدأ بالبصل؟ اول حاجة هبدأ بيه عشان البصل الزيت اللي انا هحمر فيه البصل هو اللي هكمل بيه بقية الكشري، وهو دوت السر في اللي بيدينا طعم الكشري بتاع المحلات بتاع بره. هو دوت السر يعني في الزيت اللي بيبقى متحمر فيه البصل. تمام. انا ما بحطش على البصل لا دقيق ولا نشا ولا اي حاجة من الحاجات دي. انا معايا نص معلقة ملح هرشها على البصل وهقلبه كويس جدا، وهسيبه 5 دقايق على جنب او اقل من 5 دقايق، يعني مجرد ما الزيت يسخن. تمام. هقلبه وهركنه وهرجع لكم وانا بحمره. دلوقتي انا معايا حله على النار، الحله ديت اللي انا هعمل فيها الصلصه بتاعه الكشري. حطيت فيها كميه زيت وفيره، يعني كميه حلوه. ما تقلقوش الزيت دوت مش هيترمي، زي ما قلت لكم احنا هنكمل بيه بقيه الكشري، يعني هنكمل بيه المكرونات وهنكمل بيه الصلصه والدقه والشطه، هنكمل بيه كل حاجه في الكشري. تمام. فانا دلوقتي مستنيه الزيت يسخن وبعدين هحمر فيه البصل. زي ما قلت لكم البصل ولا عليه دقيق ولا عليه نشا ولا اي حاجه، لان الحاجات ديت مجرد ما البصل ما بيبرد بيبقى طري، بيرجع طري تاني، مش بيفضل مقرمش. لكن الطريقه دي ممكن يقعد معاكي في التلاجة اسبوع مقرمش زي ما هو. تمام. اهم خطوه بس ان انتي تبقي محضره مصفى تطلعي فيها البصل. ما ينفعش تطلعي البصل على مناديل، ما ينفعش خالص تطلعي البصل على مناديل، هيطرى. لازم تطلعيه على مصفى، زي فكرة الكنتاكي كده لما بتطلعيه على مناديل بيطرى. دلوقتي الزيت سخن، هحط كمية البصل اللي معايا. انتي حابة تصفيه من المية بتاعته مفيش مشكلة، هيديكي نتيجة احسن. مش حابة عادي، هو كده كده بالطريقة دي هيقرمش. تمام. هحمر بقى البصل وهرجع لكم وانا بطلعه واوريكم ازاي لونه فاتح وازاي كمان مقرمش. دلوقتي انا خرجت البصل من الحله بعد ما اتحمر، مش عارفه الصوت هيبقى ظاهر ولا لا، بس اسمعوا مقرمش قوي ما شاء الله. بصوا مقرمش يعني بطريقه مش عارفه اوصفها لكم. بصوا بتتكسر ازاي، مقرمشه جدا. وكده بقى ممكن يقعد معاكي اسبوع يفضل مقرمش. لكن الطريقه اللي هي بيتحط عليه دقيق او نشا او حاجات كده بستغربها بصراحه، مجرد ما بيطلع من الطاسه ويبرد بتلاقيه طري خالص وبقى طري ومبقاش مقرمش. تمام. بصي كمان لونه فاتح ازاي، حلو قوي. انا كده هسيبه في المصفى، وكده البصل خلص ويقعد معانا بقى اليوم كله مقرمش. مش مشكله ان احنا عملناه في الاول نقلق او حاجه، لا تمام. دي بقى الحله اللي انا كنت بحمر فيها البصل، زي ما قلت لكم هي دي اللي هعمل فيها الصلصه. تمام. انا هنا معايا معلقه توم صغيره، ومعايا نص بصلايه. النص بصلايه دوت اللي فاض من البصلتين اللي انا قطعتهم في الاول اللي قلت لكم عليه. وده الزيت اللي انا حمرت فيه البصل. تمام. دوت بقى انا نقلته في طبق عشان هو ده اللي هيكمل معانا بقيه الكشري. وهنا معايا عصير طماطم. اهم حاجه ان انت تكوني ضربها كويس قوي ومصفياها كويس قوي. انا بشوف ناس بيعملوا الصلصه بتاع الكشري من غير ما يصفوا الطماطم، لازم تصفيها. القشر بتاع الطماطم ده غلط جدا على المعده، دي اول حاجه. وتاني حاجه بيخلي الصلصه زعقه ومش بيخليها حلوه. تمام. هولع على الحله وارجع لكم. دلوقتي انا ولعت على الحله، هاخد بقى من الزيت دوت الكميه المناسبه لتحمير البصل. تمام. كده كفايه، ولو احتجت هحط تاني عشان انا بس مش بحب الدهون كتير في الاكل.
بس برضو لازم ندي لكل حاجة حقها علشان الطعم يطلع مظبوط. تمام. كده كده الحلة سخنة، واول ما نزلت بالزيت فهو سخن على طول لانه كده كده دافي. معايا بقى نص بصلاية دي، كده احنا بنعمل الصلصة بتاعت الكشري. هنزل بقى بالنص بصلاية وهديها تحميرة محترمة يعني. اهم حاجة في الصلصة بتاع الكشري ان البصلة تتحمر كويس، يعني مش عايزاها فاتحة ومش عايزاها مجرد ان هي تبقى دبلانة، لا انا عايزاها متحمرة كويس قوي، لان هو دوت اللي بيدي طعم المحلات. وزي ما قلتلكوا الزيت اللي احنا حاطينه دوت كمان هيدي طعم حلو قوي وتست عالي قوي في الكشري. هحمر بقى البصلايه وارجع لكم وانا بحط الثوم. دلوقتي البصلايه خدت لون بسيط، هنزل بقى بالثوم. تمام. ده توم متفرز عندي، انت ممكن تحطي توم فريش. وهبتدي بقى احمر الثوم مع البصل، واول ما يتحمر وياخد لون حلو هنزل بعصير الطماطم وارجع لكم. دلوقتي انا حطيت الطماطم. ممكن حد يبقى شايف ان الطماطم كده كتير، بس هو الكشري الصلصة بتاعته عشان تبقى معمولة صح لازم ان الصلصة تبقى تقيلة مش خفيفة، فعشان كده بنعمل كمية طماطم كبيرة عشان لما تتسبك نسيبها تقيلة يعني وتدينا كمية كويسة. بس انت براحتك، لو عايزة تخففيها خففيها، بس جربيها لما الصلصه تبقى تقيله هتدي تست حلوه قوي وهتفرق جدا في الطعم. تمام. البهارات بقى اللي انا بحطها على الصلصه، انا مش بحط بهارات، يعني كل ما تخففي بهارات في الاكل كل ما طعم الاكل يبقى حلو. تمام. فانا دلوقتي معايا معلقه سكر ومعايا فلفل اسود وبابريكا ومكعبين مرقه دجاج، هنزل بيهم على الطماطم. تمام. وهقلبها، واول لما تغلي هوطي النار عليها قوي 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 وهسيبها بقى تعيش مع نفسها، لان انا عايزاها متسبكه كويس قوي. تمام. علشان الزعقان اللي فيها يروح، وكمان السكر هيعادل الحموضه بتاعتها. اهم حاجه في صلصه الكشري ان هي تتسبك كويس قوي. اول ما تغلي معايا هوطي عليها واسيبها تتسبك. تمام. انا دلوقتي الصلصه غليت ووطيت عليها ونقلتها على عين صغيره وسبتها بقى تتسبك مع نفسها. معانا هنا بقى ميه مغليه وحاطه فيها ربع معلقه سكر علشان بس تساعدني على التسويه. تمام. وده الحمص اللي انا كنت نقعاه. البقوليات عموما بتتنقع قبلها ب6 ساعات، وبتتنقع في ميه فتره مش ميه سخنه، ده الافضل يعني عشان تطلع السموم الضاره اللي فيها. بس انا كنت نقعها في ميه سخنه يعني عشان مستعجله. تمام. رميت الميه بقى اللي كانت منقوعه فيها لانها مش كويسه وشطفتها كويس قوي، وهنزل بيها في الميه المغليه دي. تمام. اول ما الميه تغلي هوطي عليها واسيبه بقى يتسلق عادي خالص، وبعد ما يتسلق احط عليه ملح وخلاص على كده. دلوقتي هنعمل الخل. طبعا انتوا مستغربين ان احنا عمالين نعمل الكشري كله وسايبين المكرونه للاخر. تمام. فاحنا بنعمل كل حاجه ونسيب المكرونه للاخر، لان زي ما قلت لكم هو دوت بيتعمل في حله واحده، المكرونه كلها مع الرز كله في حله واحده، فبنسيبه للاخر يعني عشان يبقى يبقى سخن وكده، ولانه بيستوي بسرعه جدا. تمام. ولسه الصلصه قدامها شويه على ما تتسبك. فانا هنا هاخد معلقتين زيت في طاسه اهوت نضيفه، هاخد معلقتين زيت من اللي حمرنا فيهم البصل. زي ما قلت لكم الزيت ده مكمل معانا للاخر خالص. تمام. بصوا حاجه بسيطه قوي كده. تمام. هحطها بقى على النار تسخن وهحمر فيها فصين توم علشان نعمل الخل. تمام. فصين التوم اهم بيتحمروا، انا مش عايزاهم ياخدوا لون قوي يعني، بس يشموا النار كده. اول لما ريحتهم تطلع، انا مش عايزاهم يتحمروا، هو كده ريحتهم طلعت، هنزل معايا بكوبايه خل. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. دي كوبايه خل، هسيبها تغلي بقى على النار، وهزود معاكم شويه ميه وعصير ليمونه كامله. دلوقتي الخل غلي اهو، هطفي عليه وهنقله بقى. تمام. عشان ما ينفعش احط الليمون وهو على النار عشان الليمون هيمرر. تمام. دلوقتي معايا ليمونه عصرتها كلها على الخل، وهنزل بشويه ميه بس مش كتير، بس عشان تكسر الخل شويه يعني. تمام. كده بقى الخل بتاعنا خلص. هحط عليه معلقه صلصه
من بتاعه الكشري، معلقه صغيره يعني اللي هي تديله لون بس، واحط عليه شويه ملح وشويه كزبره وشويه كمون وهدوقه عشان اظبط الملح بتاعه. وبكده يبقى الخل بتاعنا خلص، وهوريكم لونه بعد ما احط الصلصه والبهارات. كده الخل معانا خلص، حطيت عليه معلقه صلصه صغيره وحطيت عليه كمون وكزبره وملح، ودقته عشان نشوف الملح مظبوط ولا لا، او لما تدوقيه طعمه هيبان اذا كان عايز ملح او لا. في نفس الطاسه بقى بتاع الخل هناخد بقى 3 4 5 معالق زيت، يعني هناخد شويه زيت محترمين كده عشان هنعمل الشطه، ودي اسمها شطه زيت، يعني بيبقى الزيت بتاعها كتير شويه بس مش كتير قوي. تمام، خدنا كده شويه زيت حلوين يعني، وهنروح بيهم بقى على النار ونسيبهم يسخنوا. اهم حاجه في الشطه الزيت ديت ان الزيت بتاعها يسخن قوي 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 على قد ما تقدري. انا بقى معلقه شطه هننزل بيها، معلقه كمان على حسب بقى انتوا بتحبوا الشطه كتير ولا لا، الكميه دي براحتكم. انا حطيت 2.5 معلقة. هقلبهم بقى في الزيت دوت، وكحي بقى براحتك للصبح عشان الريحه بتبقى جامده قوي بصراحه. عفوا. تمام، اول بقى ما تحسي ان الزيت بقى بصي ابتدى يبيض كده، اطفي عليه على طول وانزلي عليه بمغرفه صلصه، مغرفه واحده او نص مغرفه مش كتير عشان تفضل حراقه يعني زي ما هي. بس كده ننزل عليها بالصلصه وبعدين هنكملها مع بعض. بصوا مش هحرمكم من التش اللي بتحصل وهصورها معاكم. اي بصوا اول ما ابتدت ان هي تبيض كده، حاجه بسيطه قوي مش صعبه. بس كده الشطه بتاعتنا خلصت، يلا نكملها سوا. نطفي عليها وننقلها من على النار. حطينا بقى على الشطه رشه ملح صغيره قوي، ومعايا طماطميه بس تكون مش مستويه، تكون جامده شويه. هننزل بيها على الشطه وهنقلبها، وكده خلاص الشطه بتاعتنا خلصت. هنحطها في طبق بقى ونرجع نكمل بقيه الكشري. معانا بقى عيش شامي بتاع السندوتشات خالص، بتاع الطعميه وكده، عيش شامي قصيته بالمقص كده. تمام، بالشكل ده اهو. وفي طاسه بقى على النار وشويه زيت هنحمره عشان نعمله التوست بتاع محلات الكشري. تمام، هنحمره، هو مجرد ما بيتحط في الطاسه على النار بياخد لون على طول، بنطلعه بيبقى مقرمش، وبيبقى التوست اللي بيبقى في محلات الكشري. تمام، لما اخلصه هرجع اوريكم بيبقى عامل ازاي في الاخر. دلوقتي التوست معايا بعد ما اتحمر. تمام، طبعا هو كده ملوش طعم خالص، فانا معايا مكعبين مرقه طحنتهم كده بايدي الهون، او لو عندك مرقه بودر هتبقى احسن. تمام، هاخدها بقى هرشها كده عليه وهقلبها كويس قوي، وهو دوت بقى اللي بيديله الطعم بتاع المحلات، وبيبقى مقرمش وحلو قوي. تحفه جدا، جربيها يعجبك جدا. ودوت بيبقى ايه مقبلات كده جنب الكشري، مشهور جدا في المحلات، وان شاء الله يعجبك. واخيرا هنعمل الكشري نفسه. معايا بقى حله كبيره على النار تستوعب يعني الكميه بتاع الكشري اللي انا هعملها، ومعايا هنا عدس اللي انا كنت نقعاه، ورز مغسول، مكرونه سباكيتي وشعريه، والمكرونه اللي هي الصغيره دي، وده احسن نوع في الكشري. معايا بقى بقيه الزيت فاكرينه، هاخده بقى هصفيه في الحله من البصل دوت، وهزود عليه شويه صغيرين قوي، او لو ما احتجتش مش هزود. تمام، عشان هو دوت اللي هنعمل بيه الكشري نفسه. وبعدين بقى نكمل بقى نشوف الخطوات مع بعض واحده واحده، وازاي يطلع مفلفل مع انه كله في حله واحده من غير ما نسلق المكرونه او اي حاجه. دلوقتي انا صفيت الزيت، بصوا الزيت اللي محمرين في البصل ازاي فاتح. المهم انا هنزل دلوقتي بالشعريه، واول ما تبتدي تاخد لون هنزل بالمكرونه اللي هي الصغيره دي. احنا مع بعض خطوه بخطوه اهو هوريكم. تمام، اول بس ما الشعريه تاخد لون هوريكم هنزل بايه. بصوا الشعريه ابتدى لونها يبقى ابيض، خلاص هتدخل في التحمير. هنزل بقى بالمكرونه دي. طب ليه ما حمرتش الشعريه الاول، استنيتها يعني تاخد لون؟ لا، انا عايزه المكرونه اللي هي الصغيره دي عايزاها تاخد لون هي كمان، بس مش عايزاها تاخد لون قوي يعني، انا عايزاها بس تاخد لون بسيط قوي عشان
لما احط الميه ما تنزلش النشا اللي فيها كله. تمام. فكده انا هفضل اقلب، هي هتاخد لون بسيط والشعريه تتحمر تحميره كويسه اللي انا عايزاها. تمام. دلوقتي الشعريه اتحمرت اهي، وصلت للون اللي انا عايزاه، والمكرونه كمان خدت لون بسيط قوي. انا مش عايزه المكرونه تبقى محمره، انا بس عايزاها تاخد لون بسيط، ودوت هيساعدني ان انا لما اكمل بقيه الكشري بتاع الحله الواحده ما يعجنش. يعني دوت اسرار الكشري بتاع الحله الواحده ان هو ما يعجنش. دلوقتي بقى انا هنزل بالعدس. تمام. انا مصفيه العدس كويس، بس انا برضو عايزه اديله تشويحه، يعني كل حاجه هحطها في الحله هديها تشويحه. تمام. تشويحه صغيره مش كتير لحد ما اسمع صوت خروشه كده. دلوقتي بقى هنزل بالرز. طبعا الرز مغسول ومتصفي كمان، وهديله تشويحه. واخر حاجه هنزل بالمكرونه الاسباجيتي، هكسرها واحطها. وديت بقى الوحيده اللي ما بتاخدش تشويحه، لان هي مش بتتقلب في الحله بصراحه، بس ما بتعجنش يعني ولا اي حاجه، متقلقيش. طالما انت اديتي المكرونه دي تشويحه في الاول، الكشري هيطلع معاكي طعمه فارق جدا. تمام. هخلص بقى تشويح وانزل بالمكرونه واوريكم بعد ما احط الميه. انا غاليه ميه في الكتل، ميه عاديه مفيهاش اي حاجه، ومش هنحط في الحله دي اي بهارات او اي توابل او اي حاجه، هو مجرد ان احنا بنحط ملح بس. تمام. دلوقتي انا سقيته، معلش ما صورتلكوش علشان كان معايا مكالمه. انت بتسقيه كانك بتسقي رز بالشعريه عادي خالص، يعني ما بياخدش ميه كتير، ما بتعمليش اي حاجه خالص، كانك بتسقي رز بالشعريه. وزي ما قلت لكم بحيقه بملح بس، ما بياخدش مني اي توابل او اي بهارات، هو ملح بس. وسقيته كاني بسقي رز بالشعريه. اول ما غلي واتشرب وطيت عليه خالص، ونقلته على عين تكون اهدى شويه، وهسيبه يستوي. يعني بتتعاملي معاه معامله الرز بالشعريه بالظبط، نفس مقدار الميه، نفس الطريقه، نفس كل حاجه. لما يستوي هوريهولكم. دلوقتي الصلصه اتسبكت خالص اهيت، نشفت قوي، الزيت اللي فيها عامل فقاقيع على الوش اهو كده، اتسبكت كويس، طعمها يبقى كويس. احنا بنحبها تقيله، فهنزود شويه ميه صغيرين قوي يحركوها بس كده، عشان احنا بنحب صلصه الكشري تقيله. وهنظبط الملح بتاعها، وبكده يبقى الصلصه بتاعتنا خلصت. والحمص كمان خلاص اهو، يعني قدامه 5 دقايق ويبقى استوى. تمام. وادي كمان الكشري اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بسم الله ما شاء الله، الكشري استوى. بصوا ازاي مفلفل خالص، كأنك سلقه كل حاجه لوحديها وعامله كل حاجه لوحديها. انا كده لسه مولعه عليه النار على فكره، بس هو استوى تماما. بصي ما شاء الله لا قوه الا بالله، كل حاجه لوحديها، وبجد طعمه حلو قوي قوي قوي. جربيه بالطريقه دي مش هتندمي. هنغرف بقى الاكل بتاعنا واوريكم النهائي. وبكده الكشري بتاعنا خلص. تمام. اسرع كشري ممكن تعمليه. بسم الله ما شاء الله، بس الاضاءه مش مساعداني ان انا ابين قد ايه هو مفلفل. تمام. والصلصه بتاعتنا التقيله، وهنا الشطه زيت، والحمص والخل والتوست الجميل، والبصل بتاعنا لحد دلوقتي مقرمش جدا. تمام. حاجه ساقعه بقى عشان كاننا قاعدين في المطعم بره. بجد اعمليه في البيت احسن من المحلات وانضف وطعمه جميل جدا عن بره. يلا نستنونا بقى في فيديوهات تانية كتير وفي اكلات تانية كتير.